اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الرز المعمر بالزبادي واللبن. معايا كوبايتين من الزبادي على الصينيتين دول. انا عيرت الرز زي ما انا عايزه حسب الكميه طبعا. اغسل الرز زي ما انتوا شايفين الاول كويس جدا. افضل اغسل فيه لمدة 5 دقايق كده، اقلبه كويس واغسله تحت المية زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما غسلت صينيتين الرز هنزل عليهم بكوباية الزبادي او بعلبة الزبادي. وفي الخطوة دي خطوة مهمة جدا، لازم نقلب الزبادي مع الرز لحد ما الزبادي تدوب خالص، ما يبقاش فيه تكتلات من الزبادي خالص في الرز زي ما انتوا شايفين بالمعلقة. وهفضل اقلب فيها كده. شايفين اختفت خالص الزبادي ما كأنها اصلا مش موجودة. الخطوة دي مهمة جدا، بتدي معايا طعم حلو قوي للرز. وكمان الصينية التانية هنزل فيها بكوباية الزبادي واقلبهم كويس مع بعض. ما تنسوش حبايب قلبي لو اول مرة تشوفوا قناتي تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. وهنا خلصت اهو، قلبت الرز كويس بالزبادي. هنزل على كمية اللبن بمعلقة من الملح واقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الملح يدوب. هقلب شوية وبعد كده هنزل على الرز طبعا باللبن. انا معايا كيلو من اللبن، هنزل بنص كمية اللبن على الصينية الاولانية والنص التاني على الصينية التانية زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بنص الكمية على الرز الصينية دي. كمان هجيب الصينية التانية واحط فيها اللبن. الخطوة دي مهمة ان انا محطش اللبن يكون مغطي الرز على طول، مش مليان للاخر، عشان الرز يبقى معايا مفرفر وحلو. يعني ما تزودوش كمية لبن كتير، هو كده مظبوط. ما تخلوش اللبن يكون مالي الصينية على الاخر، لا هو كده مظبوط عشان الرز يبقى مفرفر معايا ويكون حلو قوي. وزي ما قلت لكم ان انا مسخنه الفرن. هبدأ كده خلاص، قلبت الرز بالمعلقه لما حطيت فيه اللبن، وهبدأ ادخلهم الفرن. الفرن كان سخن معايا ما شاء الله، عمل الرز ما شاء الله زي ما انتوا شايفين الوش بتاعه وجماله ما شاء الله عليه. هنا الرز كان يتشرب معايا. هجيب ظهر معلقه او ظهر شوكه وافضل انغص كده في الرز علشان يتشرب من الزبدة والزيت. انا هنا جبت شوية من الزيت، وهبدأ ارش في الصينية دي حبة من الزيت، وفي الصينية كمان التانية. وجبت كمان مكعبات من الزبدة. انا بحب استخدم الزبدة الفرن، بتكون جميلة قوي في الرز المعمر، تديله طعم حلو قوي. اللي عنده طبعا سمنة فلاحي عايز يستخدمها بتكون افضل وبتكون طعمها جميل قوي. بس المتوفر عندك عادي جدا تستخدمي اي نوع من السمنة او الزبدة تحطيها عليه. وهنا هدخل الرز بعد ما حطيت عليه الزبدة، احطه في الفرن تاني يتشرب على مهله خالص على نار هادية لحد ما اتأكد ان الرز بتاعي استوى. وشايفين الجمال والحلاوة، الرز مفرفر وجميل جدا بجد تحفة. يا رب تجربوها يعجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعموني بلايك. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.